انا كنت متجوزه بقالي سنه وجوزي كان انسان كويس في حاجات كتير، بس ساعات كان عصبي وده كان بيسبب مشاكل بينا. للاسف كنا عايشين في بيت عيله، واي خلاف صغير كان بيكبر بسبب تدخلات من الاهل. كنت ساعات امشي من البيت وارجع بعد فتره عشان البيت ما يتخربش. اخر مشكله حصلت بينا الدنيا كبرت جدا واهله دخلوا في الموضوع، وللاسف انتهى بالطلاق. وانا حامل دلوقتي. انا عند اهلي بس مش مرتاح لان تحت ضغط كبير منهم اني ما اتواصلش مع طليقي خالص حتى بخصوص الحمل، ومحدش فيهم بيكلمه، وكمان معاملتهم معايا صعب وكلامهم بيضايقني. يمكن لاني كنت كل مره تحصل مشكله بيني وبينه بروح احكي له، فبقوا شايلين منه جدا ومش عايزين اي علاقه بيننا. وانا جوايا كان في صوت تاني بيصرخ بس انا بحبه وابني محتاجه، وازاي اربيه بعيد عن ابوه. كل ليله وانا ماسكه بطني احس بالحركه الصغيره جوايا وادعي يا رب لو في خير ليا معايا رجعهولي، ولو مفيش خير قويني استحمل وارب ابني من غير ما يحس انه ناقصه حاجه. مرت اسابيع وسمعت بالصدفه انه بيسال عليا وانه كان عايز يعرف اخبار الحمل، بس محدش من اهلي بيرد عليه. قلبي وقتها دق جامد، حسيت ان لسه في امل، بس في نفس اللحظه افتكرت كرامتي وافتكرت كلام اهلي. كنت متحاصره بين نارين، نار الاشتياق ليه والرغبه في لم الشمل، ونار اهلي شايفين ان رجوعي ليه ضعف ومهانه. وفي يوم اتصلت بيا واحده من صحبات وقالت لي هو سالني عليك وقال نفسه يشوف. فضلت ساكته لحظه وبعدين بصيت لبطني اللي كبرت شويه والدمعه نزلت من عيني. وفي اليوم اللي بعده خدت قرار ان ارد على مكالمات، واول ما سمع صوتي سكت شويه وبعدين قال ازيك عامله ايه انت وحشان. انا قلبي دق بسرعه لكن حاولت ارد بهدوء انا كويسه الحمد لله. وبدا يحكي انه ندمان وان العصبيه والضغط من اهله خلوه يتصرف غلط، وانه نفسه يرجع يصلح كل حاجه قبل ما الطفل يتولد. قال لي جمله كسرتني من جوه نفسي، ابني يتولد يلاقيني جنبه من اول يوم مش ضيف عليه. الكلام دخل قلبي بس كنت خايفه من اهلي جدا. قلت له انا مش ضد اننا نرجع، بس المشكله في اهلي هم شايلين من. رد عليا وقال لي اديهم فرصه، خليني اجي واتكلم معاه واثبت لهم اني هكون راجل بحق وان هصوم. وبعد تردد طويل وافق، وفعلا جبت اهلي وهو اتكلم كلام بصدق وقال انا غلطت وانا راجع مش عشان مصلحه، انا راجع عشان بنتكم غاليه عليا وعشان ابني اللي جاي محتاج اب وام. وعد مني قدامكم ان حياتها عندي هتبقى امان ومفيش عصبيه زي زمان. رجعت بيتي مع جوزي والبدايه كانت مش سهله بس كان واضح انه اتغير، وانا كمان اتعلمت ما ادخلش اهلي في كل صغيره علشان احافظ على حياتي. ولما جه يوم الولاده كان واقف جنبي وماسك ايدي. اول ما شاف ابنه دموعه نزل وقال دي بدايه جديده لينا.